مصر بتعمليها ازاي؟ معلش بقى دي نشيلها شوية. مش المايك شغال ولا الدنيا والله. في ناس في ناس قعدت حوالي 80 سنة ما شافتش اللحظة دي، خلي بالك. في ناس قعدوا كتير جدا، أجيال أكتر من 80 سنة. الحمد لله يا رب. الموضوع كان يعني عارف أشبه بالحلم، يعني ما فيش لحظة أحلى وأجمل حاجة هنعملها النهاردة الفيديو ده للتوثيق بجد والله. بجد والله بتاع مش عايز مش عارف والله. أعصابي ثابت وفاكر. لحظة للتاريخ، لحظة كنا مستنيينها حتى لما كسبنا 2006 و2008 و2010. معلش عادل بس بتاعت مش غرب. حتى الفيديو ده يعني مش فيش مونتاج بقى، انت فاهم. هي نصيبها كده بقى يعني. الواحد قعد من 2006 و2008 و2010 يعني فرح فيهم، وكنا مستنيين 2010 بفارغ الصبر عشان نصعد لكأس العالم. تمام. انا ماسك نفسي خلي بالك، يعني انا كل ده ماسك نفسي. قعدنا حوالي من 2010 بقول لك بالجيل الذهبي ان هو يصعد، ولكن ما حصلش نصيب. فرحنا في افريقيا، ما فيش فرحه او ما فرحناش. يعني احنا ما صعدناش كاس عالم، ده كانت دي حته الكريزه اللي ناقصه للجيل ده. والجيل الحالي ده على قد الاخفاقات دي، ولكن انا مش هقدر اقول اي حاجه النهارده بالفوز التاريخي النهارده يعني احنا عملناه وضيعنا فوره وليله. والله العظيم لحظه آه كنا مستنيين، احنا كنا لازم نفرح. احنا يعني احنا تعبانين، احنا تعبانين قوي. بقالنا كتير ما فرحناش، بقالنا كتير ما اتبسطناش، بقالنا كتير مع يعني عارف كنا محتاجين فرحه زي دي. ما فرحناش يا جماعه، بقالنا كتير ما فرحناش. يعني جعانين فرحه، محرومين فرحه، محرومين فرحه بجد. منتخب مصر لأول مرة في تاريخه في كأس العالم، مشاركة رقم 3، يفوز على المنتخب النيوزيلندي. وأول مباراة في تاريخ الكرة، وأول فوز قصدي في تاريخ الكرة المصرية، وتصدر مجموعته. يا على الحلاوة، يا على الحلاوة بجد يا جدعان. لا لا يعني أنا النهاردة مش عارف، يعني أنا مشاعري متلخبطة والله العظيم. أنا أعتبر ماسك نفسي شوية عشان بتكلم. المنتخب القومي عشنا معاه لحظات حلوه، وبقالنا 16 سنه ما عشناش لحظات يعني فاهم سعيده خالص. ما قبل 2010 ما بعد 2010 ما كسبناش. مع عارف من اللحظات الاخيره بتاعتنا كان عندنا سوء يعني في كل حاجه. نهائي 2017 بتاع الكاميرون، و2022 بتاع السنغال، حتى الصعود اللي صعدناه، يعني حتى الصعود اللي صعدناه بتاع 2018 لعبنا كاس عالم زباله، زباله ومشاكل وحوارات، وكانت ليله. ده كان الحاجه الوحيده اللي عملها الجيل ده. مش عارف يعني والله يعني الناس اللي ما بتكسبش كاس العالم دي فين بيحصل حاجه للتاريخ للتوثيق. احكي على اليوم ده من اوله لاخره، موثقين كل حاجه. عملنا لايف ساعتها قلنا ده اهم ماتش في تاريخ الكره المصريه، وقد كان اهم ماتش في تاريخ الكره المصريه. لان القصه مش قصه احنا كسبنا افريقيا 7 مرات، القصه في المحافل العالميه عندنا مشكله فيها، عندنا مشاكل فيها، عندنا مشاكل كتيره فيها كمان.
يشاء القدر اللي انت تكسب نيوزيلندا النهارده وتعمل انجاز ما عملناهوش. يا جدعان، لا 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 لا, لا. انا مش مصدق، والله العظيم ما مصدق. انا اصلا كنت متوقع ان احنا مش هنكسب ولا ماتش، والله العظيم ما كنت متوقع ان احنا هنكسب ولا ماتش اصلا، مش هنكسب ولا ماتش. انت يا دوبك فاهم ماتش ده طالع ماتش بلجيكا هو اللي مضمون، مش ماتش ايران. ايران اصعب من نيوزيلندا. وانا اصلا في عقلي اصلا واحنا بنجيب الاجوان، هم دول نيوزيلندا دول ازاي تعدوا مع ايران؟ وايران النهارده كانت هتكسب بلجيكا عادي. ازاي؟ حاجات ضد الكون حصلت معاك النهارده عشان تكسب بجد. عارف انت اللي هو انت التعادل بتاع بلجيكا وايران وكنت تكسب بلجيكا عادي الماتش الاولاني، والنهارده دخل فيك جون في اول يعني الجون. يا هنتكلم عن الماتش يا جماعه، هنتكلم بس مش قادر. والله العظيم هرمون الدوبامين مش بيقول لي ارحمني، ارحمني يا استاذ حسين، مش قادر والله العظيم ثلاثه. يا جدعان على حاجه يعني توثيقيه تاريخيه دراماتيكيه والله العظيم. لا وتكسب بدراما، وتكسب بدراما النهارده. لحظه، هقولها لاولادي، هقولها لاحفادي لو عشت، عارف اقول لهم يا جماعه احنا اللي عشنا اللحظات دي، احنا كسبنا نيوزيلندا، كسبنا اول فوز تاريخي يعني في كاس العالم، كسبنا اول فوز يا جدعان. لحظه كنا نتمناها من زمان، من زمان. يا مش هسيبك يا زيزو، الكرة اللي انت ضيعتها الجون الرابع يا زيزو منك لله، الله يسامحك، الله يسامحك. احنا لو كنا يعني الماتش مش كده انت عارف ايه اللي هيحصل لك يعني. دعوات المصريين ومشيها دعوات المصريين. بتعمل ايه يا زيزو؟ بتعمل ايه يا زيزو حضرتك؟ ليه الكرة الزيادة دي؟ وطب ما تلم الجون وشوطها على الاقل، يعني بتشوطها في نص الجون. عملنا كل حاجة غلط في الماتش وربنا قال لنا تكسب. عملنا كل حاجة غلط، كل حاجة غلط. منتخب مصر يفوز بثلاثية في مباراة شهدت أخطاء من لعيبة مصر ما تجيش من لعيبة حتى جيبوتي في كل حاجة، كل حاجة. مش ممكن. بدأ اللقاء بنفس التشكيلة، كابتن حسام حسن. شكرا يا عميد، شكرا يا عميد، شكرا يا عميد. كنت لاعب في 1990 في كأس العالم، والنهارده تمسك منتخب مصر وتكسب اول ماتش في تاريخك عشان انت راجل حقاني اكيد، عشان انت اكيد في حاجه لله، عشان انت راجل بتشتغل انت واخوك والجهاز الفني. لكل الناس المشككين اللي كابتن حسام حسن النهارده يرد عليهم، حتى لما انتقدنا زيكو كان لازم يطلع ومش عارف ايه، حتى في اختياره يا راجل ماشيه معاه يلعبه ويكسبه ويجيب جون الاولاني سبحان الله، ويعمل اسيست كمان. واختياراته ما خدش اللعيبه اللي هي بدون ذكر اسماء، وخد حمزه عبد الكريم اللي يلعب ويجتهد يا جماعه هيلعب في المنتخب. ما عنديش واسطه انا والقرف ده. ده عدل ربنا اللي حصل النهارده عشان كابتن حسام حسن. في اخطاء، في اخطاء اكيد، في حاجات يعني مش هينفع في الادوار القادمه، اوكي انا عارف معاك، بس بقول لك النهارده كابتن حسام حسن يرفع له مش القبعه، انت ترفع له كل حاجه يا راجل. بيب بيب بحبك يا عميد، والله العظيم بحبك يا عميد من ساعه ماتش بلجيكا واللي عملته ده كمان، والله العظيم بحبك يا عميد. انا يا جدعان اي منتخب قومي لازم يكون المدرب بتاعه قومي يعني من نفس البلد. انا بقى مش هستحمل اجيري وكوبر وفوق، حتى لو كوبر لما صعدنا وبتاع، بس لا المنتخب المصري هو عنده دم وعنده حميه، هيعمل حاجه للمنتخب حتى لو تكتيكين تختلف معاه. بس النهارده العميد في الشوط الثاني ادى ماتش تكتيكي على اعلى مستوى، والمصحف لو حد تاني لو ده مدرب اجنبي كان يطلعه بيه السما. والمصحف انا بقول لك اهو في اخطاء، اكيد في اخطاء، بس بقول لك والله لو مدرب اجنبي، لو كان كوبر بقى وكيروش والناس دي، كان يقول لك شوف العبقريه الاجنبيه الاوف احش عوازه. انما حسام حسن يا ازاي ده يا عم؟ حسام حسن يا باشا بيلقن يعني درسا في التكتيك لكل مدربين مصر ويرد على كل المشككين. انا العميد، انا حسام حسن، انا احسن مهاجم في تاريخ مصر. انا حسام حسن يلا، انا حسام حسن وابراهيم حسن انا. هو بيرد على كل الناس دي. بدأ اللقاء نخش نتكلم عن الماتش بقى. بدأ اللقاء بقى عارف هرجله بقى وايه وبتاع، صليت الفجر تمام والله العظيم، خلصت لقيت الجون الاولاني بتاع نيوزيلندا. بتعمل ايه يا فتوح انت ومهند لاشين؟
بصيله جوب، ايه بتعمل ايه؟ بتستبحوا. وياسر ابراهيم بيقول للحكم ان هي فاول. صبح الفول، الجون الاولاني. يا لهوي على السيناريو. خلاص بقى هتخسر، هتتلبي جولين ثلاثه في الشوط الاولاني كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. والكره طبعا جت من جبهه هاني اللي عمل ماتش حلو قدام دوكو، وشفاينشتايجر اتكلم عليه يا حبه تاني فاتحسد. فالشوط الثاني الحمد لله ده راجل اخطاء. والجول الاولاني مفيش رقابه خالص. القفه بتاعتنا بتاعت منتخب مصر الكرات العاليه، وانت كنت بتلعب كرات عاليه، يعني حاجه وعكسها. الحيكي والميكي، الهانتي والكانتي. مش ممكن بتلعب كوره عاليه على نيوزيلندا. كريس وود اصلا 13000 متر، وانت يعني ده انت اقل واحد عندك يعني. مين اكتر واحد عندك؟ حسام عبد المجيد ربنا يشفيه طبعا، عينيه راحت يعني، ربنا يشفيه يا رب. نزل مكان محمد بن منعم كتغيير سادس. بس انت بتعمل ايه يا ريس؟ بتلعب كوره عاليه ليه؟ ما اعرفش نلعب كوره عاليه، نلعب كوره قدام بجد. احنا نلعب كوره لقدام بس ونلعب على الارض، ان انت مالكش انت في الحته في القصص دي. الجول الاولاني يجي تمام، طبعا وسط رقابه، آفه بتاعت الكره، آفه بتاعت الكره المصريه، الكره العاليه. وهناك ما تشوف الا النور. اخطاء بالجمله في التمركزات والضغط. احنا بنضغط غلط. انت بتضغط كافراد، بس بتضغط غلط. لان لو انت بتلاعب فرقه فيها لعيبه مهاريه شويه، او بتلاعب بلجيكا حتى بخطوط الدفاعيه المفتوحه دي، وانت هتتلب جولين وثلاثه بامانه. لان محمد هاني سايب فراغات ورا، وفتوح سايب فراغات ورا، والدنيا مش حلوه في الخط الدفاع، مش متماسك. زي ماتش البرازيل بالظبط بتاع الودي ده. بس ربنا سترها معاك. اللعيبه بتاعت انا مش فاهم ازاي نيوزيلندا تعادلوا مع ايران. انا مش فاهمها، ولحد دلوقتي اقسم بالله انا مع كل جول بنجيبه بقول ازاي دول تعادلوا مع ايران. لعيبه بلا اي حاجه. نيوزيلندا وايسلندا والعالم دي يا باشا مش بيلعبوا كوره، بيلعبوا اوفرات والبدني، اللي هم لا بدني ولا بيعرفوا يلعبوا كوره، هم اوفرات بس يعني لو انت عايز تتكلم عن المنتخب النيوزيلندي، كريس وود هو ابرز واحد فيهم. يعني ما فيش حد تاني. يعني جاست ده يا راجل هخسر من واحد اسمه جاست فقط؟ عيب يعني، حق يعني يا راجل، في حقي حتى يعني عيب. ف يعني ليه كده؟ ليه كانت عكنانه من الاول مالهاش لازمه. زيكو طبعا عمل كل حاجه غلط، بساط غلط. مش محمد هاني معاه غلط. جاب جون الاولاني كان غلط اصلا، غلط. حطها في نص الجون بس ماشيه معاه سبحان الله. اختيارات تحسب لعبيد تحسب للعميد. بس يا زيكو ما انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ بتعمل ايه بس؟ قشطه، ما احنا مش هنتكلم النهارده. عمل جون واسيست في ماتش هو سيء فيه، وعمر مرموش انت ليك معاه حكايه النهارده، حكايه يا مرموش. الشوط الاولاني اللي ابرز واحد فيه هو كان امام عاشور من الناحيه الهجوميه. امام عاشور النهارده من نجوم اللقاء، يلعب شمال ويلعب في النص ويلعب يمين، كل ده في خطوط النص. لا مركزيه مش طبيعيه من امام عاشور. توظيف حسام حسن التكتيكي، لو انت بتلعب نفس الخطه، ضغطك مفيش، ما بتعملش حاجه كويسه، مفيش. حتى الفاول اللي جه كان المفروض معمر مرموش يشوطه، تمام، اداه لصلاح. يعني طب ليه ما تشوط انت يا مرموش مثلا؟ صلاح حطها تحسها من بعيد انها حلوه، لما تقرب الكاميرا لا يعني لا تشوط انت يا مرموش. ما انت كنت بتجيبها في المانيا وبتجيبها في السيتي عادي يعني. فابرز حاجه ان امام عاشور كان ابرز واحد في خط الهجوم. هو اصلا مش خط هجوم كمان، هو لعيب يعني لعيب وسط. فيعني حاجه كانت غريبه في الشوط الاولاني. والآفة بقى بتاعتها بتاعت مصر بقى بتاعتنا، يكون بقى في يعني ايه. احنا كسرنا يا جماعه النهارده حاجه غريبه. احنا كسرنا الآفة بتاعت اللي انت تلعب ماتش جامد قدام الفرق الكبيره او المنتخبات الكبيره، تمام، وتيجي في المنطقه اللي هي السهله دي زي نيوزيلندا والحاجات دي، كنت بتخسر منها عادي باثنين وثلاثه وانت طالع. زي كاس القارات مثلا، زي كاس القارات بالظبط. فالشوط الاولاني مالكش يعني هويه، مفيش تكتيك خالص، مفيش اي جمل متفق عليها. صلاح النهارده طبعا من نجوم اللقاء، او يعني نظبط صلاح، عمر مرموش يروح في داهيه. يعني ايه في ايه يا معلم؟ في ايه يا معلم؟ فمش باص، بنخبط الكور في اللعيبه، مفيش تمركزات صح، استعجال، ضغط شخصي مش ضغط جماعي. كان ممكن يكلف مصر اكتر من جون في الشوط الاولاني. فكل ده كان غلط، كل ده كان غلط. استعجال ملوش اي 30 لازمه. ونيوزيلندا مش قادره. تعرف نيوزيلندا لو قادره اقول لك ماشي، انما هي مش قادره اصلا. فالشوط الاولاني يخلص 1-0 في يعني في شوط طبعا كلنا تغييرات كلها غلط، الضغط غلط، كل حاجه غلط، مس باص عجيب وغريب. الآفة بتاعت الكره المصريه. والشوط الثاني شوط يا مصر بتعمليها ازاي؟
حسام حسن تدارك الاخطاء، خلى مرموش يلعب وينج، وصلاح اكنه يعني لعيب رقم 10 او شادو سترايكر، وزيكو في النص. تمام. وخلى محمد هاني مع مين بقى؟ مين قدامه؟ امام عاشور. امام عاشور الشوط الثاني بالذات كل ربع في حته، يمين وشمال وفي النص، ويغطي مع هاني، عشان مثلا ايه؟ لو هاني مثلا يعني الكره اتقطعت منه، تلاقي امام عاشور بيكلف وراه، بيكلف، وعارف انت بيمحر وراه. ليه؟ لان ما ينفعش بقى يعني لو اصل انت بتلعب خط يعني دفاع مفتوح، فانت ممكن لو هم بتوع نيوزيلندا دول عندهم اتنين لعيبه بس مهاريه شويه في اليمين والشمال، لا الموضوع كان هيبقى اصعب من كده. وامام عاشور هو الوحيد اللي بيحاول على المرمى، هو الوحيد اللي كان بيشوط صح اصلا. معلش الشوط الاولاني عمر مش شاط كره واحده اللي شفناها، اللي هي كانت يعني يعتبر اون تارجت. تمام. الشوط الثاني اختلف، كل واحد بقى في مركزه. صلاح الرقم يعني اللعيب رقم 10 دي، يا عميد يخرب بيت جمدانك يا عميد، كرياتيفيتي يا عميد، يا جمالك يا عميد، يا جمالك، يا جمالك يا عميد. وانت بتلعب صلاح رقم 10، هو مش في الفورمه ورجع النهارده للفورمه. تاني ماتش صلاح اشوفه احسن من اي مره لعب فيها محمد صلاح في المنتخب من سنين. فورمه محمد صلاح، لا لا يا جماعه، الجون الثاني والله قلت يلا واحده بقى صلاح بقى، واحده بقى، واحده بتاعت ليفربول، واحده مش ساوي، الله اكبر. فيعني جبنا الجون الاولاني طبعا زيكو، طبعا رفعت اوفر محمد هاني، طبعا الكلام مش تايجر اكيد طبعا، او بص على حاجه، هو قبل ما يكشفين تايجر يعني يكلموا، اكيد حسام حسن ما بين الشوطين جاب الحزام زي الفيلم بتاع اسمه ايه ده يا رب، هي فوضى، خالد صلاح الله يرحمه. يا ولادي عارف يا ولاد، اكيد فشخهم، اكيد فشخهم. هو ابراهيم حسن دخل بقرعته والتاني يخش بالحزام ينقل، لا 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 يا ابني، ولا لا 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 يا ابني، عارف مش كده، لا والله العظيم فشخهم في الشوط الثاني، فشخهم اكيد ما بين الشوطين. هنستعبط يلا منك ليه؟ وانا كل يوم بلعب كاس عالم؟ انا اصلا مفشوخ من الاتحاد، ومفشوخ من الناس، ومفشوخ من هنا ومن هنا ومن هنا، وقدامي فوز تاريخي، وقدامي فرقه اصلا عادي صباح الفل هبله اصلا، هلافيت بيلعبوا في مش كريس وود بس. و... لا مش هخسر انا، مش هخسر انا حسام حسن يا ولادي، عارف دخلوا يعني عمل لهم كده. فالجون الاولاني طبعا يجي طبعا شفاينشتايجر كلم محمد هاني قال له ارفع كويس اوفر، رفع له الاوفر حلو قوي. زيكو طبعا يحطها، زيكو حطها غلط. زيكو اكتر لاعب في منتخب مصر عمل بيس باص، اكتر لاعب، اكتر لاعب. قبليه اصلا ضيع كوره برضه لازم نشوف في مؤخره لعيبه نيوزيلندا، مؤخرتهم تعبت النهارده، انا اسف بقى ظهرهم يعني. مش ممكن يا جدعان كل حاجه يا جدعان، ما نلعبش اوفر، ما نلعب على الارض احسن يعني. صباح الفل يا جدعان، ليه بقى ليه؟ عارف العب على الارض شويه الافه يا اخي، يعني سبحان الله يعني، حاجه غريبه. هم طوال بتلعب على بتلعب اوفرات، سبحان الله يعني. فجبنا الجون الاولاني سبحان الله زيكو حطها غلط، والجون عبيط، بس مشيت الحمد لله، دعوات جون دعوات. انا كان نفسي يخرج الصراحه زيكو في الشوط الثاني وينزل هيثم حسن، ما اعرفش ليه هيثم حسن ما بيلعبش مع حسام حسن، مش انا غريبه، انا مستغربه شويه. فاجيب الجون الاولاني فتحت، فرجت، ومسكنا كوره ولا مركزيه من اللعيبه، والصلاه على النبي. والجون الثاني بقى اخيرا يا عم صلاح بقى، اقسم بالله العلي العظيم وهو داخل قلت واحده بتاعت ليفربول بقى، واحده بالبتوع ياخدها مش ساوي، يديها لزيكو، زيكو جده يعملها بالكعب. محمد صلاح تريحه يا باشا مش ساوي، الله اكبر، هداف التاريخ المنتخب مصر يا باشا في كاس العالم، 3 اجوان، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الجول الثاني علامي من الاركه بتاعتك يا ابو صلاح، الله يكرمك يا ابو صلاح، انت كنت فين يا ريس؟ من زمان بقالي كتير ما شفت صلاح كده. احنا كنا بننتقد صلاح عشان بص ليه؟ عشان كان بيلعب بيمشي بالحميه دي. شفت من اول الماتش لاخر الماتش بيلعب ازاي قبل ما يطلع، شفت الضغط وبتاع، ويتخلى ان هو مش محمد صلاح بتاع ليفربول، يتخلى ان هو محمد صلاح المصري من الغربيه، من نجريج، زي ما ميسي عملها في اسمها ايه في الارجنتين. جميل الارجنتين كان بينتقد محمد صلاح ليه؟ لانه بيلعب في برشلونه حاجه، وعندنا لعيب اسباني، لعيب اوروبي. اول ما غير الجلد بتاعه، شوف بقى ميسي عامل ازاي، عربجي في كاس العالم، شفت عامل بخناقه وبتاع ويزعق ويلوش، لعيب ارجنتين انت مننا. صلاح النهارده كان مننا، صلاح النهارده كان مننا، مش الجون بس، احتكاكات وفلم وبتاع، مش خايف على رجله، مش خايف على اي حاجه. اهو عنده 34 سنه بيحاور على بعض. ابو صلاح احنا بنحاور على بعض،
ابو صلاح انا حاطك ثالث واحد بعد ميسي وكريستيانو في الاستمراريه وفي كل حاجه بامانه. صلاح جون صلاحاوي. الجون الثاني يا باشا فرجت الحمد لله رب العالمين. قلت بقى ينزل حمزه عبد الكريم وهيثم حسن تمام، وقلت انا توقعت انه كان هينزل تريزيجيه يعني الصراحه. الحمد لله رب العالمين، وتريزيجيه يجيب جون الثالث وفرجت يا باشا. الفرقه من كام؟ تريزيجيه اول ما ينزل اللهم صل على النبي بالهيد جون. انا قلت حمزه عبد الكريم يا رب يجيب جون، يا رب كان هيجيب جون بس تريزيجيه يجيب جون الحمد لله. احمد سيد ميزو الله يسامحك، الله يسامحك، لولا ان احنا كسبانين في كوره يا راجل انت ليه بتزودها؟ ما تشوطها على طول، طب ما تلم الجون بعدها ما تزودها، جيب الجون. والف سلام على حسام عبد المجيد. مصطفى شوبير، مصطفى شوبير نجم اللقاء. مصطفى شوبير في كوره والله العظيم بتاعت بيس وود باين ولا مين الكوره اللي هي خرج فيها وقف ثانيه، كوره اتلعبت مفيدي وتصديات كتيره، بس الكوره دي بالذات ده جول كيبر عالمي. ما حدش بيعمل كده. التايمنج يا جماعه ان هو يعني يطلع ويقف ثانيه والكره تجيله كده صعبه وهي تشبايه يعتبر من فوقيه في يعني في 6 يارده صعبه جدا، ويعملها كده يطلعها وياخد كره من كريس وود. احنا مصطفى شوبير كان بيلعب باك ليفت وباك رايت، انت مش واخد بالك؟ اصل هي كل كره تترفع هو الوحيد اللي بياخدها. بسم الله ما شاء الله. ابوك النهارده ابوك صيطني عارف هو قال لي يا ابني صيطني. مصطفى شوبير اللهم صل على النبي، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك يا شوبير. نجم اللقاء، لو انت هتقول لي مين نجم اللقاء، مصطفى شوبير. مصطفى شوبير لا يسأل عن الجول، بس كل كرة بيطلع لها يا جماعه بسم الله ما شاء الله، حتى في طلعاته صح الوقت يا جماعه. انا كنت بتكلم على مين؟ على ابو عادي. التايمنج في قطع الكوره، التايمنج في الباص، هو بقى التايمنج في الطلوع، عارف عايش الماتش، عايش اللقطه بلقطه. ربنا يحفظك يا مصطفى شوبير بجد والله العظيم. وعندي كلمتين لمرموش. انا اسف، انا اسف يا جماعه، انا مرموش انا عارف يعني لا اصل مرموش ده لازم نضاره وبتاع، ما هو من المعادي، بس انا اسف يا مرموش، انا اسف. لا مش قادر مرموش. لا بص يا مرموش، انا عارف ان احنا، بص ثانيه معلش انا اسف. بص يا مرموش اخويا، ما اعرفش الماتش فاصل ولا لا لسه؟ اوكي. بص يا مرموش اخويا، انا عارف ان احنا يعني ايه صباح الفل، احنا ما بنحطش سوفاج، احنا ما بنحطش برفيوم بتاع البراندات دي، فاهم؟ انا عارف يا مرموش اللي انت بتلعب مع مين، مع اسمه ايه ده، مع محمد صلاح وامام عاشور، عشان ايه؟ يعني انت اكتر اتنين بتعرف تثق فيهم، وابو تريكه قالها وانا اصلا كنت عارف كده من قبل ما انت يعني قبل ما تريكه يقولها يعني طبعا. تمام، وش الخير علينا والله العظيم. طبعا عمر مرموش طبعا هو اللعيبه كلها بالنسبه له ما بيحطوش برفيوم. عمر مرموش من المعادي، انا عارف يا مرموش اللي احنا ريحتنا والله بنحط مزيل على مرموش اهو. مرموش بص ده برفيوم اهو يا مرموش، وربنا ده برفيوم اهو يا مرموش. ما تلعب مع الناس يا اسطى، ما تلعب مع الناس يا اسطى بجد. انت في ايه يا اسطى؟ ما تلعب مع الناس بجد والله العظيم. انت في ايه يا عم التناكه اللي انت فيها دي يا عم؟ ده انت من المعادي جدا، ده انت من شارع 9 يا راجل. كنت قاعد في كوستا كافيه هناك. في ايه يا اسطى؟ في ايه بجد؟ ما تلعب مع زمايلك يا اسطى. مع اني كنت بص يعني هتلاقيني دلوقتي تقول لي انت يعني منافق ازاي ما يطلعش ويطلع في نفس الوقت. لا كان لازم يطلع المره دي بجد. الماتش الاولاني قلت لا ما يطلعش، الماتش ده لازم تطلع. كل كره بتشوطها لازم تشوطها في المدافع، في مؤخره المدافع. مرموش انت ما بتلعبش مع زمايلك، انت مش واثق في زمايلك يا مرموش. نظبط صلاح تلاقي مرموش وقع. ايه يا عم في ايه؟ كاس افريقيا اللي فاتت كنا بنمجد فيكم ونفخم فيكم مرموش ومش مرموش وبتاع، وهوبا احسن لعيب في البريمير عارف زقطت وهوبا ونطبل. انما انت المره دي يا اسطى انت في ايه بجد يا اسطى؟ انت كاري انت يا اسطى، ريحتنا مش وحشه والله يا اسطى، بنستحمى كل يوم وربنا بنستحمى كل يوم عشان الصيف يا اسطى والشتاء كمان. في ايه يا اسطى؟ في ايه بجد؟ ما تلعب مع زمايلك يا اسطى. كل كره ياخدها فكرني بتريزيجيه في الاهلي لازم يشوط، ما يلعبش مع الباك اللي جنبه فتوح طبعا مش بيلعب فتوح، حتى هم لاعب وينج بيقول في الشوط الثاني ما لعبش فتوح معاه. كل كره شوت وكلها بتيجي فين؟ بتيجي في اللعيبه بتاعت نيوزيلندا كلها بتيجي الا كره واحده بس اللي هي الكره بتاعت الشوط الاولاني اللي هي كانت اول شوطه لينا كمنتخب مصر. يا اسطى العب معانا يا اسطى، انا عارف ان احنا مش جامدين زيك، انا عارف يا اسطى والله العظيم، بس مش كده يا اسطى. ده صلاح في عزه يا اسطى ما كانش كده، والمصحف صلاح ما كان عمره ما يزعل اللعيب اصلا، وده على لسان اللعيبه. في ايه يا اسطى؟ في ايه بجد؟ انت ما عملتش حاجه. انت لا خدت لي دوري مثلا انجليزي ولا خدت لي حتى يعني تشامبيونز ليج يا اسطى، ده كلهم كاسين على بعض يعني لو خدتهم.
فوق معانا الله يكرمك، العب مع زمايلك يا اسطى. انت بس تلعب لصلاح واسمه ايه ده وامام عاشور، زيكو لا، مش عارف مين، لا عادي لازم انا اخد اللقطه واشوط في ايه يا عم الحاج؟ ما تلعب يا عم مع زمايلك شويه. والله بنحط برق يا اسطى، نضاف والله يا اسطى، المصريين نضاف والله، ما تخافش يعني. الفقير منه والغني منه عادي يا اسطى، بيستحموا يا اسطى وبيحطوا ايام شابه وبتاع لو الدنيا ما فيهاش حاجه يا صاحبي. ما تلعب معانا يا عم. لا بجد يعني عمر مرموش استفزني قوي النهارده، استفزني قوي لان ده مش عمر مرموش اللي احنا نعرفه. في إيه بجد يا اسطى بجد؟ في إيه يا عم؟ ده انت من المعادي جدا، مش عارف يعني في ايه يا اسطى. لا لا نفستني قوي النهارده والله. ايه ده؟ لا 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 لا، مش كده مش كده ابو الكبات، مش كده. ايه يا اسطى ايه؟ في ايه بجد؟ منتخبنا القومي يا مصر بتعمليها ازاي؟ يفوز على نيوزيلندا وتصدر والدلع، وادينا سبسكرايب بقى وادينا لايك. انا نسيت اصلا اقولها في اول الفيديو بس مش قادر، مش قادر يا مصر وحياة ربنا، احسن فيديو عملته في حياتي، وللتوثيق للتوثيق وحياة ربنا وللتاريخ. بص مهما كان، مهما يجيب، مهما اي حاجه، يا مصر بتعمليها ازاي وللتاريخ يا مصر. ما اعرفش هنعيش اللحظه دي تاني ولا لا، بس بجد احلى لحظه بجد في حياه المونديال، في المونديال انا فرحت مع منتخب مصر قبل 2010 وفي كاس القارات والثلاثه قبل كده، انما بعد كده انا كان نفسي نكسب في المونديال وقد كان. هناخد كاس العالم يا جماعه. اني منتخب مصر رسميا بطل كاس العالم 2026. يلا لو وصلت اخر حاجه تعملوا لايك شير سبسكرايب فيديو الجرس مع حسين مفروضه من كام. طولت عليكم انا عارف، بس يعني مش قادر يا جماعه، اللحظه دي لازم تتوثق لو بساعه لو بودكاست، والله العظيم ثلاثه يا جدعان. الحمد لله رب العالمين، عشنا لحظه حلوه ما سهرناش على الفاضي وعملنا كل حاجه. السلام عليكم.